فيتوريا ومنتخب مصر، فجأة فيتوريا صافية لبن اللي فات مات إمام معايا. لا يا كابتن والله هو مفيش اي حاجه حصلت يا كابتن. احنا عندنا الناس بس بتحب، مش عارف بيحبوا بذرة امام على طول ليه. والله العظيم يا كابتن انا من يوم يا كابتن ما رجعت مصر والله انا ما بتابع السوشيال ميديا خالص. والله ما بتابع السوشيال ميديا خالص. بس انت زعلت فيتوريا وصالحته؟ لا يا كابتن خالص والله ما فيش زعل ولا في حاجه. انا الراجل ربنا يعلم، ده الراجل يعني تاني يوم كان عندنا معسكر وهو اللي اتفزنت منه يوم فرحي، والراجل مديني يوم ورجعت دخلت المعسكر تاني. يعني ما فيش اي حاجه ما بيني وما بين مستر فيتوريا طبعا، ما فيش اي خلافات خالص. هو كان في المعسكر بس اللي فات كان في حاجه حصلت وما فيش اي حاجه تانية ما بيني وما بينه. الحاجه دي بتاعت التمرين بعد الماتش. تمرين بس يا كابتن ما فيش حاجه خالص. انا رجليا كانت وجعاني شويه وحصل سوء توفيق كده وما قدرتش اتمرن. كنت انا وحسين وطارق وهو قرر، هو اللي استبعدنا. ما فيش مشكله، القرار في الاول يا كابتن والاخر القرار ده قراره، محدش يقدر يعدل عليه. يا عم انت عايز له اي نصيبه وخلاص. هو فيتوريا ما يعرفش يضم احسن لعيب في مصر، اللي يحبنا نضمه واللي ما يحبناش عندهم ان شاء الله يا كابتن. يا بخت اللي صاحبه كهربا ده كده يا كابتن. كده ليه بقى؟ كده ده كهربا ده انا بعتبره اخويا الكبير يا كابتن. بصراحه اللعيبه كلها بس كهربا بالاخص ان انا عايز اوجه له رساله. عمل ايه معاك؟ لا عمل كل حاجه يا كابتن معايا بصراحه. من اول ما جيت النادي الاهلي بصراحه يا كابتن هو معايا وفي ظهري وبيعرفني ايه الصح وايه الغلط وايه اللي لازم يتعمل واللي انا ما اعملوش. الراجل معايا بصراحه يا كابتن. انا مهما اتكلم على كهربا ربنا يعلم انا بحبه قد ايه. يعني ربنا يعلم انا بحب كهربا ده قد ايه اللي هو بيعمله معايا. الراجل ما بيسيبنيش في اي حاجه يا كابتن، اي حاجه دايما معايا سواء في الصح او في الغلط، بس دايما هو في ظهري، دايما يقول لي ده الصح وده الغلط. واخ كبير ليا يا كابتن. اخ كبير فعلا. وبصراحه انتوا الاثنين عاملين شغل رائع. خالد بيبو قال لي من بدايه الموسم كده، قال لي هتتفرج على امام. قلت له امام برضو يعني التزام الاهلي وسيستم الاهلي. قال لي هتتفرج على امام وراهنك، وخالد بيبو كسب الرهان. الحمد لله يا كابتن. لا يا كابتن زي ما قلت لك النادي الاهلي في علاقتك بخالد كويسه؟ طبعا انا لسه مكلمه حالا دلوقتي. طب علاقتك بخالد بيبو عامله ايه؟ طب الكابتن الخطيب علاقتك بيها؟ انا عايز لك اي نصيبه عشان تمشي من الاهلي. امام الحراق اللي خلى الخصوم تقول وقواق.